احنا اتعس جيل. على الرغم من كل التقدم والتواصل اللي احنا بنعيشه ده، الا اننا اكتر جيل تعيس ووحيد. وعلى الرغم من اننا اول جيل في التاريخ بيمتلك الامكانيات الرهيبه دي في التواصل، الا ان كل الدراسات بتقول اننا اكتر جيل بيعاني من الوحده والاكتئاب. طب ازاي؟ في يناير سنة 2018 أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية واللي كانت وقتها تريزا ماي عن تعيين أول وزيرة لوزارة جديدة سموها وزارة الوحدة، عشان تكون الوزارة دي مسؤولة عن ملف الإحساس بالوحدة. وده طبعا بعد التقارير الكتيرة اللي أثبتت إن الإحساس بالوحدة بقى أزمة صحية وبيأثر على الصحة العامة زي التدخين والسمنة. أنت متخيل؟ بين إيديك فيسبوك وإنستجرام وواتساب، ورغم كل ده حاسس برضه إنك وحيد. فغريبة جدا، كل ما يزيد تواصلاتك كل ما يزيد إحساسك بالوحدة. مفارقة عجيبة. تخيل واحد وحيد وعنده 2000 صديق على الفيسبوك و3000 على التيك توك وغيرهم من المواقع. انت فاكر واهم نفسك انك متواصل، وهي دي الخدعة اللي عايشونا فيها، انهم يدوك الإحساس بالتواصل اللي ناقصك من غير ما يخلوك متواصل حقيقي. بيخلقوا جواك ويدوك الشعور ده، لكن انت بجد مش عايشه. وهو ده بالظبط اللي بيقوله عالم النفس الامريكي شيري تيركو صاحب كتاب Alone Together. بيقول ان التكنولوجيا خلتنا مع بعض لكن لوحدنا. فمثلا لما حضرتك تبقى حاسس بالفراغ عمال يكبر جواك، فتقرر انك تدخل على الفيس عشان تقلل وتطفي الفراغ ده، فتخش تعمل لايك لده وتبعت رسالة لده، فتتفاجئ وتلاقي نفسك في الاخر في فراغ ووحدة اكبر من الاول. لان اللايكات دي مش تفاعل حقيقي، لكن تفاعل افتراضي وهمي بيديك جرعة دوبامين زي السكر بالظبط. جرعات صغيرة عمرها ما هتلبي احتياجك، وهتفضل طول عمرك جعان تواصل وحاسس بالوحدة. فالسوشيال ميديا بتديك شبع وهمي. وعلى الرغم من ان منصات السوشيال ميديا دي بتدعي في كل لحظة انها بتقربنا من بعض، لكن الحقيقة انها بتعمل كل حاجة عشان تبعدنا عن بعض وتخلي كل واحد في تليفونه. منصات بتملك التكنولوجيا اللي بيها تقدر تتبرمج على انها تقربنا بجد من بعض، لكن ما بيعملوش كده. فليه مثلا الفيسبوك ما يضيفش ويبرمج ميزة جديدة، وهي انه يديني اشعار او اقتراح لمقابلة حقيقية لصديق، كأنه يقول لي احداثيات الاصدقاء اللي موجودين مثلا في نفس مكاني. عمره ما هيعمل كده، لان ده منافي لرسالته، وهي انه يعزلك ويفصلك عن كل تواصل حقيقي ويخليك بس قاعد على تليفونك. اعلى معدلات للوحدة هي اللي بنعيشها اليومين دول. عندك 1000 صديق على الفيس، لكن ما عندكش حد يشاركك او يتكلم معاك بصدق. الوحدة انك تبقى غرقان وسط الملايين بس مفيش واحد منهم فاهمك. فكل واحد عايش في كوكب موازي لوحده ومفيش حاجة بتجمعنا. والسؤال اللي حابب اسيبه لحضرتك، هل التواصل على المنصات دي هو السبب الحقيقي في ضياع تواصلنا الحقيقي مع بعض، ولا في اسباب تانية؟ قول لي رأيك في التعليق.